أسرار جوازات شيرين عبد الوهاب وجوزها اللي بيهددها لو سابته هينهي حياته. شيرين عبد الوهاب عرفت تقلب الدنيا وتلفت أنظار الناس اللي حواليها تاني، وده بعد انتشار خبر عن بداية علاقة جديدة. وده لما خرجت فجأة وقالت يا جماعة أنا اتخطبت. بس فضل الموضوع مريب بالنسبة لناس كتير قوي، وفي تفاصيل وأسرار محدش يعرف عنها حاجة. ودي طبعا مش أول جوازة في حياة شيرين، فيا ترى إيه سر الحكاية؟ وإيه أسرار جوازاتها اللي قبل كده؟ شيرين عبد الوهاب أعلنت إنها اتخطبت لشخص من خارج الوسط الفني، وكمان مش عاوزة تعلن عن اسمه أو هويته لحد دلوقتي. ودي حاجة استغربها جمهور شيرين، لأن مش طبيعتها إنها تخبي عنهم أي حاجة. بالعكس، دي أكتر واحدة بتخرج تقول كل اللي حصل معاها من طقطق لسلام عليكم. لكن الغريبة إن طليقها حسام حبيب بارك لها على الخطوبة، وجوزها المستقبلي رد عليه وشكره، وده كان غير متوقع خالص. يعني معقول حسام حبيب رضي بالسهولة دي يتنازل عن حب شيرين بعد ما كان بيتكلم من شهرين على إنها حب عمره؟ واللي خلى الناس تتكلم عن جوازة شيرين الجديدة إن فيها مشاكل وحاجة غريبة في جوازاتها السابقة من حسام حبيب، واللي كانوا بيظهروها دايما في الإعلام على الهوا، وأغلب تفاصيلها الناس كلها كانت عارفاها. وكل ده كان في آخر 6 سنين. بس طبعا دي ما كانتش تجربة الجواز الأولى في حياتها. كان فيها قبل حسام 2 تانيين، منهم الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وده بقى أبو ولادها مريم وهنا، واللي اتجوزته في بداية حياتها وشهرتها الفنية لما بدأت تلمع، وعاشوا مع بعض 5 سنين خلفوا فيها بناتهم الاتنين. وفجأة قرروا الانفصال، وكل واحد فيهم راح لحاله. وكان السبب في الانفصال ده غريب جدا، وهو إن هي كانت بتحب الجنان والانطلاق والحرية الكاملة، وهو كان عاقل وراسي بزيادة، وده ما كانش عاجبها، وما كانوش عارفين يوصلوا مع بعض الحل يخليهم يقدروا يكملوا. بس فضلت علاقتها مع محمد مصطفى بعيدة عن الإشاعات والخلافات، رغم إن اسمها ما كانش بيخلى من الإشاعات والخلافات الفترة اللي فاتت، يا إما بسبب حسام حبيب أو بسبب القضايا الخاصة بيها. وحتى لما اسم محمد مصطفى بدأ يجي في المواضيع الخاصة بيها هي وحسام حبيب، خرج منها بكل لطافة وشياكة. كل ده بقى في حياة شيرين كوم، وجوازتها الأولى كوم تاني خالص، لأن مدحت خميس كان حبها الأول، وكان بيحبها بشكل جنوني، وكل لما كانت تيجي تسيبه كان يهددها إنه هينهي حياته ويموت نفسه لو ما رجعتلوش. وفعلا كانت بترجع له تاني، بس ما كانتش بتبقى راضية، وقالت في مرة إنها أصلا اتجوزته بعد إلحاح كبير منه، وكمان كانت لسه صغيرة، وهو اللي كان معاها في بداية حياتها الفنية وقت انتقالها من الأفراح لشركات الإنتاج وعالم الأضواء. ال3 جوازات دول شيرين عبد الوهاب بتعتبر إنها مرتاحتش في ولا واحدة فيهم. فالناس بقى مستنية تشوف جوازتها الجاية هتبقى عاملة إزاي. هيبقى مين يا ترى العريس المنتظر؟